اتحرك، انت مش شجر. ربنا يوفقك وعندك شركة إن شاء الله. فالعنوان خرافة معينة من خرافات المهن هتحطيها كده قدام الناس كل يوم يخشوا يشوفوها، هتبقى إيه؟ احنا مش عيلة. إحنا مش احنا عيلة. مش عيلة. لو في خرافة هنختارها علشان تبقى عنوان لكتاب، هيكون إيه؟ اجري ورا شغفك. بما انك بتتفرج على باش كوتش فانت دلوقتي بقيت باش متابع، وخلينا نتفق على معادلة احنا الاتنين نستفيد منها: ورقة وقلم زائد اشتراك في القناة زائد تفعيل الجرس. كده هيوصل لك كل اسبوع معلومة تغير حياتك او تغير طريقة تفكيرك، يبقى انت استفدت. اما باش كوتش هيستفيد ان هو يكمل ويستمر في تقديم المحتوى اللي انت بتحبه. اسيبكم تستفيدوا بالحلقة. كيف الأحوال والأهوال؟ الحلقة النهاردة مع كارير كوتش وإكزيكتيف كوتش وحاجات كتير جدا، ومش من أول مرة بس هتكتشف إن أنت محتاج تتعلم كتير طول ما أنت بتسمعها، لأ، هتكتشف حاجات أكتر وأكتر وهتفضل دايما عايز تبحث بعد كل كلمة هي بتقولها. كوتش مروة أغا كانت معانا في سيزون 1 وهي النهاردة معانا، وهي من باش كوتشز المهمين جدا في كل حلقاتنا، علشان بنتكلم في مواضيع حساسة، بس مش الحساسة اللي علاقة بالعلاقات، حساسة اللي علاقة بالإدارة والقيادة والمهن والوظائف. خرافات كلنا بنصدقها وبنعيش بيها كتير، بتخسرنا قوي 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 قوي. خرافات المهن اللي بتفضل بتنتقل من شركة للتانية ومن موظف للتاني وانت قاعد بسببها في شركة واحدة وعمال تتعذب، او ان انت اصلا مش عارف تروح لشركة جديدة، ولو رحت لشركة جديدة بتروح بالخرافات دي فبتخبط مع ناس كتير. باش كوتش مروة أغا، كيف الأحوال والأحوال؟ الحمد لله. اهلا يا محمد، ازيك؟ عجبني جدا الموضوع ده لأنه احنا بنحضره مع بعض. أنا كنت كل شوية أفتكر خرافات وأنت كمان بتفتكري خرافات، لقيت الخرافات لا تنتهي كتير فعلا، ده حقيقي. فأنا عايز أبدأ الأول قبل ما أقول خرافة معينة واحكي قصتي مع الخرافة دي. خلينا نوضح ان مهم جدا واحنا بنتكلم في الخرافات. انا تخيلتها بقى في كوتشنج سيشن، واحد جاي لك بيتكلم بيقول لك على خرافة منهم، فاحنا هنا بنتكلم معاه بنسأله أسئلة اللي هو الخرافة دي انت جبتها منين، مصدرها ايه، الخرافة دي بتأثر عليك ازاي، ايجابي ولا سلبي، الخرافة دي بتتعامل معاها ازاي ولا انت مش عارف تتعامل معاها اصلا، الخرافة دي ممكن تجيب مين يساعدك عشان تتخطى الخرافة دي. بالظبط. صح كده؟ بالظبط، ده حقيقي، ده حقيقي، ده السيكونس اللي احنا بنمشي بيه فعلا. صح، مظبوط كده. صح. طيب كويس كده، هم فهموا ايه احنا بنعمل ايه في الخرافات لو جوه كوتشنج سيشن. خليني اقول لك القصه بتاعتي، لان في خرافه من الخرافات اللي انت هتتكلمي عنها هي انا مريت بيها شخصيا. اوكي، حلو قوي. الخرافه دي كانت بتقول جيت اسيب شركه، فكنت بقول للناس كده يعني انا بحضر ان انا ادور على شركه تانية او هشوف هعمل ايه اصلا في حياتي. اتقال لي بالظبط اوعى تسيب الشركه غير لما تلاقي شركه تانية. طيب ما هو بعدين طب انا هدور ازاي يعني اعقلوها، يعني ما انا هدور ازاي، ما لازم ابحث في حركه، لا ما تسيبش الشركه دي غير لما تدور. بصراحه انا قلت اكسر الخرافه دي وقلت ايه على الله. اكتشفت اكتشاف رهيب، اي حد بيسيب التوكل على الله ويسيبها هي لوحدها هتيجي بيحصل معجزه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا قلت لا خلاص انا هسيب الشركه وهشوف شركه تانية، تمام، هكسر الايه الباترن ده. بالفعل شفت شركه في وقت كويس وشركه افضل. ليه؟ لان انا لما كنت ماشي مع الخرافه دي ان ما تسيبش الشركه غير لما تروح تلاقي شركه تانية اصلا تقبلك او تكلمك، كنت مش عارف ادور كويس ودماغي مش فاضيه ان انا ابحث بتركيز. ليه؟ لان الشركه اللي انا فيها اصلا مأثره عليا وانا عايز اسيبها. ليه؟ كانت توكسيك ورك بليس، علاقات سامه، فانا عايز اسيبها. فانا طاقتي رايحه في العلاقات دي، ابحث ازاي في شركه تانية، كان لازم اسيب دي علشان اتحرك. فهنا جت فكره كسر الخرافات واهميتها. عشان كده لما اتكلمنا ان احنا في خرافات كتير قلنا لا بقى نمسكها واحده واحده نتكلم فيها. حلو قوي. ايه اكتر خرافه انت نفسك اتضررتي منها قبل ما نبدا الخرافات عموما؟ والله بص، انا يعني يمكن انا ما اتضررتش كمروة على المستوى الشخصي، لكن في ناس حواليا ممكن تكون اتضرت.
يعني أنا كمروة يمكن الحمد لله كان عندي من الوعي الكافي إن أنا ما باجريش ورا خرافة موجودة، باعمل التحليل بتاعي أنا، وباطلع بالنتايج اللي تفيدني أنا، ومؤمنة إنه ما فيش حاجة تنفع للكل، يعني اللي ينفعني ممكن ما ينفعش لمحمد والعكس صحيح. فبالتالي أنا الحمد لله كمروة ما اتضريتش، لكن شُفت ناس حواليّا ممكن يكونوا اتضروا من جزء من الخرافات اللي إحنا هنتكلم فيها يعني، لكن كمروة لأ. حلو. طب خلّينا نبدأ بالخرافة اللي أنا جبتها دي، إيه رأيك؟ ماشي أنتِ يالّا بينا. محضّرة كام خرافة؟ 10. 10. 10. طيب بس هم أنتِ دول الtop 10 والّا في والّا هم كلّهم 10؟ الtop 10 in terms of يعني frequency انتشارها والناس بتتكلم فيها كتير وبتتداولها كتير. تمام. لكن هو في كتير طبعًا، لكن دُولة اللي أنا شايفة إن هم مسيطرين أوي على مع الناس الأغلبية. في عقولهم كمان. طيب خلّينا نبدأ باللي أنا اتكلمت فيها. أوكي. الخرافة كانت بتقول إن ما تسيبش الشركة غير لمّا تلاقي شركة تانية. دي اوعى طلعت تسيب خرافة. شغلك. اوعى تسيب شغلك إلا لمّا تلاقي شغل تاني. ليه بقى؟ بالضبط. إحنا لو جينا شُفنا إيه أسباب الخرافة دي، هنلاقيها كلّها سببها إيه؟ إنه الناس بتبقى خايفة من عدم الاستقرار المادي، أنا لو سِبت شغلي مش هيبقى في دخل، فبالتالي أنا هاتعايش إزاي، تكاليف حياتي هتبقى شكلها عامل إزاي، فبالتالي الناس بتنصحنا إنه لأ ما تسيبش شغلك إلا لمّا تلاقي شغل تاني. لو بصينا لها من فوق كده، هي نصيحة كويسة، ما نعتبرهاش خرافة. لكن تعالَ نشوف بقى الdrawback effect بتاعها، هتأثّر عليّا إزاي. أنا لو أنت زي ما أنت قُلت كده، أنت كنت في بيئة سامة، أنت كنت بتُستنزف يوميًا وأنت في الشغل، أنت كنت ذهنيًا و جسديًا أنت كنت تعبان. طيب هل الإنسان المُستنزف ذهنيًا وعقليًا وبدنيًا، هل هيبقى عنده أي قدرة إن هو يدوّر على شغل تاني، أو إن هو حتى لو راح interview إن هو يقدّم نَفْسه ويتكلّم بصورة إيجابية؟ طبعًا لأ. فبالتالي أنا لازم أشوف هل أنا فعلًا في بيئة مش سامحة لي إن أنا أتعايش فيها أكتر من كده، وبنوصل لمرحلة الاحتراق الوظيفي اللي هو الburn out وأنا جوّه الشغل، فأنا هنا لازم أوقف النزيف علشان أعرف أبُص لقدّام، علشان أعرف أفكّر، علشان أخطّط لحياتي. طيب البُعد النفسي هنا الناس ليه بتخاف؟ في حاجة اسمها loss aversion. الloss aversion ده بيقول لنا إن إحنا خوفنا من فقد الوظيفة أكبر بكتير من تخيُّلنا إن إحنا نقدر نحصل على وظيفة تانية مناسبة لينا. فخوفي من الفقد أكبر من خوفي أو توقُّعي إن أنا ممكن أحصل على حاجة كويسة. فالخوف من الفقد هو خوف إنساني قوي جدًا، جدًا، جدًا. ده اللي يخلّيني آخُد القرار إن أنا أسيب الشركة أو الوظيفة دي متأخّر. بالضبط، قاعد، بالضبط، قاعد، لإن قاعد. خوفي من إن أنا أفقد حاجة في إيدي دلوقتي حتى لو هي بتأذيني. طيب بنعمل إيه عشان نحل المشكلة دي؟ بنخرج منها إزاي؟ لمّا بييجي لي حد كده وباحس إن هو في burn out phase، يعني هو خلاص مش قادر يقعد في المكان أكتر من كده، وبالتالي ده مأثّر على قدرته إنه يدوّر على حاجة تانية مناسبة. بقى عود كبريت محروق. جدًا. بنعمل حاجتين 2 exercises كده لطاف جدًا، أول واحد منهم بنسميه what if أو الscenario planning. تعالَ أنت لو سِبت شغلك بُكرة الصبح، إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لك؟ وناخد بقى steps كده، أسوأ حاجة ممكن تحصل لك، خلاص شُفتها قدّام عينيك، اجهز ليها، شوف أنت عايز تجهز ليها إزاي. فهو تخيّل أسوأ سيناريو ممكن يوصل له، فبقى مستعد له. فما بقاش عنده الرهبة والخوف من إنه يفقد الوظيفة. زي مثلًا إن أنا لازم أبقى عامل حسابي 3 شهور بعد ما أنا أسيب مثلًا. الوظيفة إن أقدر أصرف على نفسي، فده كان بالضبط. مسبب لي الخوف، بالضبط. فخلاص تخطيت ده. بالضبط. أو كمان المصاريف بتاعتي باصرفها في إيه؟ الwhat if أو الscenario planning بتبقى من ألطف الطرق، لإن هو بيتخيّل حياته من غير الوظيفة دي، فهو شايف أسوأ حاجة ممكن يوصل لها. لو قدر يتخيّلها، يتخيّل إنه عايش فيها وهيتحمّلها وهيعرف يتعايش معاها، خُد القرار وتوكّل على الله. جميل جدًا. الطريقة التانية أو أيوه. الtool التانية بنستخدمها اسمها الdecision matrix analysis.
يعني ايه decision matrix analysis؟ بنحط اسباب كتيره جدا بتختلف من شخص للتاني. حضرتك ايه الاسباب اللي انت بسببها بتقول انا عايز امشي، انا مش قادر اتحرك، او انا مش قادر اتعامل؟ نحط الاسباب دي، نحط لها كده وزن، ونبتدي نشوف قد ايه تاثيرها على القرار بتاعنا. وبعدها على طول نروح عاملين، نرجع تاني او نلينك ده بالايه، بالسيناريو بلاننج اللي احنا عملناه. فلما البازل بتبقى كامله قدام عينيه بيقدر ياخد القرار وبيتعامل معاه بهدوء. وده اهم حاجه، انه اللوس افيرجن هنا احنا عالجناها خلاص. هو مبقاش خايف انه يفقد الوظيفه، وما بقاش خايف انه ممكن ادور في شهر 2 3. انا اوريدي مجهز نفسي لأسوأ حاجه ممكن تحصل لي. حلو. في بقى واحد تاني جنبه، نفس الموظف ده، في مم. واحد تاني بقى جنبه بيفكر بطريقة تانية ليها علاقة برضو بان انا اسيب الشركة ولا اكمل. بيقول مم. ايه؟ بيقول انا ما افضلش في الشركة اكتر من 3 سنين. اتحرك، انت مش شجره. بالظبط. ليه بقى؟ عشان هو مش فاهم قيمه الشجره. هو مش فاهم الشجره دي جذور وساق وفروع وورق وزهور. الشجرة دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. احنا يعني ظلمنا الشجرة لما قلنا اتحرك انت مش شجرة. يلا ظلمت الشجرة، قلتوا عليها مش عارف ايه. ايوه بالظبط كده. طيب خلينا نتكلم في النقطة دي، لأن النقطة دي بتجيلي كتير قوي. يا مروة احنا بقالنا 3-4 سنين في الشركة، احنا عايزين نتحرك. ليه يا بابا عايز اتحرك؟ ايه مشكلتك في شركتك؟ مفيش، بس انا بقالي 3-4 سنين كفاية. طيب عايزين نفهم انه عندنا خطين متوازيين كده. خط بنسميه linear career path، والخط التاني بنسميه non linear career path. فانا برسم خارطة الطريق المهنية بتاعتي بشكل linear او شكل non linear. طب يعني ايه linear؟ ان انا بخطوات بستبس. انا كنت اتش ار جينيور، بقيت سبيشالست مثلا في حاجه معينه، بقيت سوبرفايزر، بقيت مانجر. خدت الكارير بتاعي سلمة بشكل سلمة. ايه؟ فيرتيكال بالظبط. مم. سلمه بشكل ايه؟ فيرتيكال. حلو. وفي كمان سبيشاليتي، يعني انا خلاص انا متخصصه في الاتش ار تراك، فانا ده التخصص بتاعي. فده اللي بنسميه اللينير، ان انا بتعلم، بجين اكسبيرينس، ببقى مور سكيلد، وفي نفس الوقت كمان انا بترقى في المكان اللي انا فيه. فده بنسميه ايه؟ الليرنينج زون اللي انا بتعلم فيها وبكبر فيها. طيب النون لينير بقى، النون لينير هو انا بتحرك شويه بشكل ايه؟ يعني بالعرض. افقي. افقي، هوريزونتال كده، افقي. يعني انا ممكن اكون مثلا بشتغل صيدلي، وبعدين انا قررت ان انا اعمل كارير شيفت ورحت للماركتينج. وبعد شويه في الماركتينج، بعد كام سنه لقيت انه في حاجه اسمها برودكت مانجمنت او برودكت مانجر بقت موجوده، وانا مثلا في الفارماسيوتيكال، فرحت داخل فيها وتعلمتها وبقيت عندي سنين خبره فيها كويسه. وبعدين قررت ان انا افتح كونسلتيشن كمباني او كونسلتيشن بزنس بتاعي، وابتديت ادي ادفايزز وكونسلتيشن للشركات. وبعدين قررت ان انا ممكن ارجع تاني للكوربريت، لكن مثلا في صناعه مختلفه عن الفارماسيوتيك اللي انا كنت موجوده فيها، برودكت مانجر بس في حاجة تانية. في حاجه تانية، في صناعه تانية. دي اللي بنسميها الايه؟ النون لينير. انا مش ماشي على نفس الخطوات، انا مش بتحرك بنفس الترتيب، لا انا عندي برود اكسبوجر. ده صح وده صح. طب هو المعيار ايه؟ المعيار حاجتين: الكارير اورينتيشن والكارير فاليو. انا يوم ما اخد قرار واقول ان انا عايز اتحرك من شركه لشركه او من وظيفه لوظيفه، لازم اكون فاهم الاثنين دول. انا الكارير اورينتيشن بتاعي ايه؟ انا عايز احقق ايه في الكارير بتاعي؟ انا عايز اوصل لايه في الكارير بتاعي؟ انا شايف نفسي فين في الكارير بتاعي؟ فده الكارير اورينتيشن. الكارير فاليو، ودي انا بقول ان هي الماستر كي في اي كارير كونفليكت، بنرجع ليه الكارير فاليو. تعالى حضرتك، ايه هو او ايه هي المحركات اللي بتحركك في الكارير بتاعك؟ انت ايه اهدافك في الكارير بتاعك؟
فلما بنيجي نعمل الكارير فاليو اسسمنت، انا بحب اختار التوب 5 وبحب كمان اعمل لهم سورتنج باي برايورتي علشان ندي لكل واحده فيهم وزن ونشوف هي متحققه بنسبه قد ايه. فيجي حد يقول لي والله يا مروه انا الكارير فاليو بتاعتي رقم 1 فلوس، انا عايز هاي انكم، وده منطقي، احنا كلنا بنشتغل علشان يبقى فيه دخل، مظبوط. فبالتالي الانكم ده مهم، ممكن يبقى رقم 1 ممكن يبقى رقم 5 حسب كل بني ادم والمرحله العمريه اللي هو بيمر بيها. حد تاني يجي يقول لي لا يا مارو الاتشيفمنت، انا لما بروح هلكان ومقتول من التعب لكن انجزت حاجه انا ببقى في قمه السعاده، ودي اللي بنسميها الدوبامين رش. هو بيدور على الدوبامين رش. فاحنا هنا فهمنا الكارير فاليوز بتاعتنا. طيب تعالى نعمل لهم سورتنج باي برايورتي. طب تعالى نشوف بقى انت متحقق في شغلك الحالي كام في المية. لما انا الاقي ان واحد جاي يقول لي انا عايزه اتحرك يا مروه، وانا الاقي ان الكارير فاليوز بتاعته متحققه في شغله الحالي بنسبه 80%، ده يتحرك ليه؟ حضرتك انت عايز تتحرك ليه؟ حضرتك بتتعلم وبتحقق كل الفاليوز بتاعتك وبنسبه 80% which is very high، ونكتشف في الاخر انه بيجري ورا خرافه اتحرك انت مش شجره، بقالك 3 سنين 4 سنين، كفايه عليك كده. هو مع الاسئله فعلا هيكتشف اللي هو ده انا طلعت ان انا عايز اتحرك علشان مديري بيكشر لي مثلا، اللي هو طب يعني جيت على دي ما يعني طلع حاجه كده بسيطه، هخسر حاجات كتير مقابل بس اصل مديري بيكشر لي كل يوم الصبح ومش بيسلم عليا زي الباقيين، مش بيعزمني على اسبريسو عنده في المكتب. الخرافه الثالثه هي كان ليها علاقه برضو بان احنا نسيب الشركه ولا نكمل، بس من ناحيه الاداره يقول لك ايه، امشي اتفضل امشي، عايز تمشي قدم استقالتك عادي نجيب غيرك في منك كتير. الشركه ما بتقفش على حد. ايوه هي دي، هي بتتقال كده فعلا صح. انا قعدت اشرحها الاول قبل ما اقول ايوه بس بتضايقني، بس انا دخلت على طول في الشرح قبل ما اقول الخرافه نفسها. ايوه الشركه ما بتقفش على حد. ايه الحكايه؟ طيب خليني اقول لك ان دي من الخرافات اللي فيها ديبيت كبير قوي. اولا هي الشركه لو وقفت على حد يبقى ال HR اللي موجود في الشركه انا اسفه فاشل، لانه ما عملش حاجه مهمه جدا جدا ومن اهم السكوب اوف HR services وهي succession plan. مش مجهز successors للكي بوزيشنز اللي موجوده، فلما كي بوزيشن مشي الشركه وقفت وتعطلت، فانا ما عنديش HR، حتى لو موجودين دولت كانهم مش موجودين. فلو انا باخدها من البعد ده، لا انا عندي مشكله في الاداره، انه ازاي الشركه تقف على حد، ده مش صح، ده غلط كبير وريسك كبير انه يبقى في حد عارف انه لو مشي الشركه هتقف من غيره، الشركه هتتعطل من غيره. قد ايه ده بيضغط على الشركه، وده مش صح. اوكي ومش مقبول. طب من الناحيه التانية معنى كده يا مروه ان انت بتقول لنا الناس تمشي عادي؟ لا طبعا، احنا بنقول يعني ايه تيرن اوفر كوست، يعني ان انا في تكلفه لفقدان العنصر البشري الموجود عندي في الشركه، والتكلفه الناتجه عن فقدان العنصر البشري التكلفه دي عاليه جدا وبتتحسب بالارقام الحقيقيه. يعني ده علم في الاتش ار، في علم بيقول لنا ازاي نحسب تكلفه فقدان العنصر البشري. ولما بفقد العنصر البشري ده انا بفقد معاه حاجات تانية، انا بفقد فلوس، انا بفقد برودكشن انتاجيه، انا بفقد ثقه العملاء فيا لانه الخدمه بتتاثر بشكل كبير جدا، انا بفقد الانجيجمنت واللي هي بنسميها ايه، التفاعل من الموظف الحالي اللي موجود نتيجه كل المتغيرات السيئه اللي بتحصل حواليه، فانتاجيته هو كمان بتقل، فنفسيته كمان بتبقى مش حلوه، بيبقى اندر بريشر، بيتحط في ضغط، يحصل له بيرن اوت. وفي الاخر بقى اللي بيتاثر برضو البيزنس، لانه في الاخر كل ده هيأثر على حاجه بنسميها الامبلوير براندنج، سمعه الشركه لكن من وجهه نظر الموظفين سواء اللي جوه او اللي بره.
وده بنشوفه كتير جدا لما بتشوف صفحات مثلا على السوشيال ميديا don't work here، ما تشتغلش هنا، وناس بتخش تسأل على فيدباك، وناس بتسأل الشركة دي كويسة ولا وحشة، احكوا لنا تجربتكم في الشركة دي كانت شكلها عامل ازاي. ليه؟ ده بارت من انه بنعمل ريفيو على الشركات، والموظف بقى ذكي، ما بقاش يقبل بأي حاجة. هو قبل ما يشوف الجوب اوفر هو بيتأكد ان الشركة دي بيئة صحية سليمة تساعده انه يشتغل ويستمر، مش بس فلوس. هو بقى يبص على البيئة قبل ما بيبص على الفلوس. لو البيئة تمام ابص على الاوفر وابص على الفلوس، لكن لو البيئة فيها مشكلة والريفيو بتاعها سيء انا مش عايزه ابص على الاوفر اصلا. هي سمعتها بقت مش بالظبط، احسن حاجة، مش احسن حاجه، علشان دول مش بيبقوا على حد يعني. مش بيبقوا على حد، عندها مشاكل، الناس دايما تحت ضغط، الناس دايما عندهم مشاكل، محدش بيسمعهم، الناس لما بتمشي محدش مثلا بيتواصل معاهم، مفيش اي تحسين بيحصل. كل الكلام ده بيتقال. عشان كده الامبلوير براندنج الشركات دلوقتي ابتدت تفهم اهميته، وفي علم الاتش ار بقى فيه اناليسز ومتريكس مخصوصه بتقيس قوه الشركه من ناحيه الامبلوير براندنج عشان تستمر ويبقى عندها ماركت شير، وعشان تقدر تجذب القدرات والعناصر البشريه المهمه اللي تساعدها انها تنجح وتكبر. حلو قوي. في خرافة تانية جوه الشركة برضو بتتقال، بس ممكن تكون منتشرة عند الكل مش عند أفراد. الشغل بيتك التاني، اللي هو إيه؟ أنت ابن الشركة. بس الشركه ما بتخلفش. الشركة- بتخلف، فاهمين كده، الشركه ما بتخلفش. ماشي، اوكي. الخرافة دي أنا اللي أنا فاهمه إن هي بتتقال لتحقيق مصالح خبيثة مستترة من الإدارة. بمعنى إيه؟ لما أنا أقول لك أنا ابن الشركة، أنت بقى إيه؟ تبقى معانا لحد مطلع الفجر بتشتغل، مفيش اوفر تايم مكمل معاك، مش هتقبض في اخر الترم النص الثاني من السنه مع ما اكمل. ماشي، ليه؟ اصلا ابن الشركه. انت عارف انت فين، انت في مستوى اعلى من اي حد، انت ابن الشركه صح. فانت بتاخد بوزيشن، يعني ده رتبه، انت كده بشرطتين. ايوه صح. فده اللي انا فاهمه. صححي لي بقى لو انا كنت فاهم غلط ولا. وهزود لك عليها كمان، لما المدير يرفض اجازه الموظف يقول له انا ما اقدرش استغنى عنك. الله، ده ليها تبعيات يعني. ما اقدرش استغنى عنك. طيب زي ما قلنا الشركه ما تخلفش، خلاص. ايوه، شركه عقيمه ما تخلفش. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لازم ابقى فاهم. انت قلت كلمه لطيفه ان ده ابعاد او متطلبات خبيثه. فعلا حته ان انا بقول انه الشركه دي بيتك التاني او عيلتك التانيه، او انت ابن الشركه او انت بنت الشركه، ده تلاعب عاطفي بنسميه emotional manipulation. ليه التلاعب العاطفي ده؟ عشان اخد منك ولاء، وهو ولاء مزيف. انا باخد منك ولاء عشان تشتغل باقصى طاقتك، احملك فوق طاقتك، ممكن ما ادلكش المقابل المادي للجهد الزياده اللي انت بتبذله. ليه؟ في سبيل ان انت احنا عيلتك. يعني هل انت هتيجي تحاسب عيلتك في الاخر؟ لا. الحاجه التانية انه كمان بيهد الحدود البروفيشنال باوندريز اللي المفروض الناس بتبنيها في الشركات، هو بيهدها. فبنستبيح بقى كل حاجة، ممكن يبقى فيها تجاوزات، ممكن يبقى فيها المدير يرفض أجازاته، المدير يتدخل في تفاصيل هو مش المفروض إنه يتدخل فيها، وده تحت مسمى إيه؟ ما إحنا عيلتك. ما إحنا عيلتك. الحاجة الثالثة كمان إن أنا هنا ببقى محطوط تحت ضغط، أنا مش عارف أعترض، مش عارف أقول لأ، مش عارف أهرب. كلكم متفقين ان احنا عيله، بس انا مش كده. هو في حد بيهرب من عيلته؟ هو في حد بيهرب من بيته؟ ازاي يعني انا اهرب من بيتي ازاي؟ فاصلا انا بيبقى عندي جوه مفهوم غلط اتبنى جوايا معطل لي حياتي. انا مش عارف اشوف شغل تاني، مش عارف اقول لا، مش عارف ابص لنفسي، جايه على حياتي، جايه على اسرتي الحقيقيه. ليه؟ لان انا اتبنى عندي تشوه فكري انه ده بيتي هو كمان، فانا مش عارفه اطلع منه، فهو بيهد حياه الموظفين. فلا طبعا دي خرافه من أسوأ الخرافات، وكمان لان هي كمان خبيثه زي ما انت قلت، هي بتستنزف الواحد. فلا. نتفليكس كاتبه سلوجان كده عندها: we are not a family.
اهو وش احنا مش أسرة. we are a team like a football team. فالفوتبول تيم بيعملوا ايه؟ هم عندهم هدف واحد، بيتعاونوا، بيشتركوا ان هم يكسبوا ويحققوا الايه؟ الهدف، وفي وقت محدد. وفي وقت محدد. علاقة طيبة محترمة، بنشتغل مع بعض، مش بننافس بعض، بالعكس. فبالتالي هي بقت بترسخ في مفهوم الموظفين اللي بيشتغلوا في نتفليكس، احنا زي فريق الكورة مش أسرة. أنا شايفة إن ده قمة في الذكاء. خلينا ناخد خرافة جديدة، أوكي، بس المرة دي هقولها لك بشكل تحدي. هقول لك تحدي، هقول لك ماشي. خرافة، هقول لك كلمات وانت ماشي كوني منها خرافة. ماشي أوكي. الخرافة دي مكونة من 3 كلمات. رئيس قطاع، مدير، خبرة 5 سنين. دي مهزلة مش خرافة. احنا كده رايحين لمهزلة. ايه بقى دي؟ بص، انا بشوف ده يعني بقالي فترة كده، انه ودي بتبقى في كل الاعلانات بتاعة التوظيف. انا بشوف يعني جمل، كلمات متقاطعة، وجمل متقاطعة ملهاش علاقة ببعض. تحس انه يعني كلمة من الشرق على من الغرب. يعني يقول لك مثلا زي ما انت قلت كده، انا عايز رئيس قطاع، وده احنا بنسميه يعني السكند لاير في الاورجنايزيشن، في الهيراركي، يعني بعد الجي ام كده، ده رئيس قطاع بعد المدير التنفيذي، بعد المدير التنفيذي او السي او، وات أيوة، بقى أيوة. المسمى اللي هو رقم 1، في رقم 2، ده رقم مظبوط. 2 الرئيس القطاع. 5 سنين خبرة. هم كاتبين كده في الاعلان. وغير كده بقى المرتبات، تلاقي المرتب اللي ما هو اكيد هيبقى قليل. المرتب اللي محطوط له مرتب سبيشالست، مش رئيس قطاع. اوكي. فهو في تداعيات خبيث. لا، هو اللي بيكتب الاعلان التوظيفي، ايوه الاتش او ار بقى ده يعني ما هو انا اتمنى من كل قلبي، ما انا بقول لك انا اتمنى من كل قلبي ما يكونش اتش ار اللي كاتب كده، لانه لو هو الاتش ار اللي كاتب كده، انا مشفقه على اللي هيحصل للشركه دي من تدهور، لانه ده الاتش ار اللي عندها. حضرتك ازاي انت بتدور على رئيس قطاع، يعني راجل بالعلم بالخبرات، الجلوبال باديز بتقول انه الراجل ده مش اقل من 15 ل 20 سنه خبره، انت بتقول عنده 5 سنين. حبيبي 5 سنين ده هو اصلا لسه يا دوبك ما بقاش سبيشالست حتى، ما بقاش سبيشالست في مجاله، هو لسه بيتعلم في مجاله. فانت عايز رئيس قطاع بيبقى عنده 5 سنين، وعايز تديله كمان مرتب السبيشالست عشان يوفر. طب ما يبين. ما هو ايه بقى؟ بس انت ايه الشركه دي؟ يعني دي كرتون ولا ميكي ماوس؟ يعني انتوا ايه؟ انتوا مين؟ طبعا دي مهزله. لازم ابقى فاهمه انه انا عندي حاجه اسمها competences assessment. يعني ايه competences assessment؟ يعني انا الراجل او الوظيفه دي ايه الكومبتنسز بتاعتها، ايه الجدارات اللي المفروض تكون موجوده فيها؟ جدارات سلوكيه، جدارات قياديه، وجدارات مهنيه. ال3 دول لازم يتحققوا. حضرتك انت بتقيسهم، فانت لو انت عايز رئيس قطاع فانت لازم تقيس الجدارات الاداريه او القياديه. حضرتك منين هو رئيس قطاع يعني عنده 15 ل 20 سنه خبره، وانت بتقول له عنده 5 سنين؟ فرق الخبره دي كارثه على الاثنين. اللي هيتقدم ممكن يتبسط ان هو هياخد بوزيشن او اسم يعني حلو، لكن هو بيجري ورا تايتل، بيجري ورا تايتل، مش عارف انه بيدمر كاريره. بالظبط، هو بيدمر كاريره، هو مش فاهم. اوبريشنز مانجر، نبص انت مين كان تحتك، بتعمل ايه؟ مفيش، انا لو كنت لوحدي بالظبط. انا بدير نفسي او اتش ار دايركتور حلو، كان تحتيك كام؟ 3 بالظبط، بس واخد اتش ار دايركتور. بالظبط. انت عارف البوزيشن ده يبقى تحتيه كام؟ لا فعلا لازم ابقى فاهمه ان في الكومبتنسز فريم دي لازم تبقى موجوده. طيب هقول لك صفات واحد كده وتقولي لي برضو هو تقريبا قايم على خرافه معانا. الراجل اللي هو بيعمل ايه؟ تلاقيه كل ما نخش له كعملاء، يعني مثلا في احد البنوك او في احد الشركات، يقول لك السيستم واقع، فما بيسلمش الشغل. تلاقي في الاجتماع مفيش ولا كلمه، اجتماع ساعه وعايزين ناخد ارائكم وايه اقتراحاتكم، مفيش ولا هو هنا. على الواتساب جروب بتاعنا ما بيتكلمش. نيجي نديله شويه مهام بتطول معاه.
تحس ان هو ايه مش شغال. نيجي نساله واحنا بقى على القهوه كده بقى بعد مواعيد العمل، انت بتعمل كده ليه؟ فبيقول لك اصل شغل قليل يعني غلط قليل، يعني اكمل كتير. اوكي. ده جابها من اعلانات رمضان دي ولا ايه بالظبط؟ جاب الكلام ده منين؟ هو في مقطع كده كانت في اه مسرحيه اه اتقالت بشكل ساخر، وكانت بيعكس فلسفه كتير، امم كانت قالها الفنان محمد صبحي. امم تمام. اشتغل قليل تغلط قليل. ما تجازيش ما خالص. تجازيش خالص، ايوه ده صح. جزء من اللهفه، ايوه هو صح ده. صح. بما إنك وصلت لحد هنا فده معناه إن أنت مش متابع عادي، أنت باش متابع. والباش كوتش بيأكد عليك إن أنت تشترك في القناة وتفعل الجرس، وكمان المرة دي بيطلب منك تشير الحلقة لأي حد شايف إن هو هيستفيد منها. أسيبك مع باقي الحلقة. والله يعني انا سمعتها فعلا زي ما انت قلت كده يا محمد، بس انا شايفه ان ده قمه العبث يعني. وده شخصيه انا شايفه ان هي بتتبنى نظريه بنسميها الفيكسد مايند سيت، اللي هو بيقول لك ايه، انا مش عايزه اغلط عشان احافظ على نفسي من اي عقاب، وفي نفس الوقت كمان الغلط ده ملوش لازمه. انا بني ادم ما بحبش اغلط، ما بحبش حد امسك حد عليا حاجه، ما بحبش حد يلومني، ما بحبش حد يحاسبني. طيب ممكن تبقى جايه منين في بيئه الشغل؟ متهيألي ان هي جايه من انه الناس بتخاف من العقاب، ان بيئه العمل نفسها بيئه طف صعبه، بتلبس اي حد المسؤوليه، بتحمل اي حد الغلط. ما عندهاش حاجه بنسميها في العلم كده السايكولوجيكال سيفتي، اللي هو الامان الوظيفي اللي مرتبط بانه انا بتبنى فكره الكالكوليتد ريسك. حضرتك عندك فكره، طب يلا بينا نشوف ننفذها ازاي، نحط لها خطه، ندرسها بشكل كويس ويلا ننفذها. طب في حاجات مشيت كويس، في حاجات ما مشيتش كويس، اللي ما مشيش كويس ده ايه السبب؟ انا هاخدها مش عشان احاسبك او اعاقبك او الومك، انا هحللها علشان احط خطه للتطوير للتحسين، عشان يبقى الهدف في الاخر ايه؟ انت اتعلمت وخدت معلومه جديده او خبره جديده، والشركه كمان كسبت. فممكن الموظفين بتفكر فيها بالشكل ده، انا مش عايز حد يحملني مسؤوليه، انا مش عايز حد يعاقبني، انا مش عايز حد يلومني، انا مش عايز. فخليني قاعد مستكين مستخبي في الظل عشان ما حدش يجي ناحيتي. حلو قوي. دعونا ننتقل من عبث الى عبث اخر. يلا بينا، ربنا يستر. اهم من الشغل تظبيط الشغل. اه انا لما اعمل كده باخدها من منظور المفروض ايجابي، امم صح؟ يعني امم انا باخدها ازاي؟ اكون مرتب مثلا مكتبي قبل ما ابدا الشغل، فاسمع ايه ده تظبيط الشغل. ده لمحه بسيطه يعني. انسق الايميل بتاعي قبل ما ابعته، لان لما ابعت الايميل ده الشغل تظبيطه ان انا انسق الايميل صح واتاكد ان مفيش اخطاء املائيه مثلا. امم ده اللي انا ايه فاهمه. لكن اكتشفنا بقى ممكن ايه انه ده طلع خرافه. ان الناس بتاخدها ان انت بتعمل بقى فهلاوي بقى في الشغل، وان انت جودة الشغل بتاعتك اي كلام، وبتغطي عليها بايه؟ بشوية حركات. اه الناس بتفهمها كده، ولكن هي للاسف، او مش للاسف، انا شايفه ان دي حاجه كويسه فعلا. هو اهم من شغل تظبيط الشغل ده حقيقي. احكي لك حكايه صغيره كده، دايما بقولها لما حد بيتكلم معايا في النقطه دي، اللي هو اهم من شغل تظبيط الشغل. بقول لهم يا جماعه، انا كنت مره في شركه كوربريت، تمام، والشركه دي اندمجت مع شركه تانية، يعني حصل اندماج ما بينهم. وكان من ضمن الفعاليات اللي احنا بنعملها بعد الاندماج انه الادارات بتتعرف على بعض. فكان كل اداره ليها يوم بتعرض فيه بقى الداتا بتاعتها والبرزنتيشن، وكل يعني المديرين بيلتقوا مع بعض وبيتكلموا، بحيث ان الامور تبقى ابسط والطف. ففي اليوم ده كان اليوم بتاع إدارة الكوميرشال، وكان عندنا المبيعات السيلز كلهم هيعرضوا، وكان كل ده بيبقى على مانجيريال ليفل، يعني ناس تقيلة بقى لها 15 و20 سنة يعني.
دي قصتك انتي ولا قصة بتعرضيها ككيس مثلا في كورس عندك؟ لا حقيقيه حصلت. اوكي. انا انت كنت نفسك انا كنت حاضره في الميتنج ده. حلو انا كنت حاضره في الميتنج ده. احنا الشركتين لما اندمجوا فكان في شركه منهم فيها 2 سيلز مانجر، والشركه الثانيه برضو فيها 2 سيلز مانجر، فكل سيلز ماسكين قطاعات، تمام، او اريا في جمهوريه مصر. فكل واحد فيهم كان بيعرض الارقام بتاعته والخطه بتاعته، حقق منها قد ايه، وتوقعاته للسنه الجديده، رؤيته للسوق هيبقى شكلها عامل ازاي، والفوركاستنج او التوقع اللي هو عايز يشوفه او عايز يحققه في السنه الجديده. اول واحد كان مجهز باوربوينت وداشبورد، وقعد يتكلم بارقام وتشارت واناليسيس كده قوي جدا، كان مبهر، خطف العيون، وخطفنا كلنا وبقينا، واستخدم بقى اسلوب الستوري تيلينج، خلاص يعني بقى مفيش احلى من كده. المود لطيف جدا جدا، والناس كلها منتبهه له. تاني واحد نفس الفكره، ما هما جايين من نفس المدرسه. صح، نفس ما احنا المدرسة. قلنا دول اول 2 بالظبط، اول 2. تعال بقى نروح للشركه الثانيه. عايزه افاجئك انه الشركه الثانيه كانوا محققين ارقام اعلى من الاثنين الاولانيين، يعني في التحقيق وفي المبيعات وفي الريفينيو هم محققين اكتر منهم. ادله بتقول ان الناس دي جامده بالارقام. طبعا. طيب عرضوا ازاي بقى؟ عايزه اقول لك ان هم قاموا وقفوا ماسكين بلوك نوت بيقولوا منها ارقام، يعني وكانت الكارثه، برغم ان هم محققين اكتر من التيم الاولاني، لكن الطريقة اللي عرضوا بيها كانت أفشل طريقة يقدموا بيها نفسهم. تسد النفس زي ما بنقول بالبلدي كده. أفشل طريقة. طب انتوا عملتوا كده ازاي؟ ما جاش في بالكم ان انتوا تفكروا تعرضوا قدام بورد كامل في اندماج، تعرضوا احسن ما عندكم؟ انتوا الكواليتي بتاعت شغلكم، جودة الشغل رائعة، انتوا محققين اكتر من التارجت اللي كان مطلوب تعملوه حقيقي، لكن فين بقى انا بعرض شغل ازاي؟ انا بقوله ازاي؟ انا لو صاحب قرار وقدامي الاربعه كده، اول حاجه هفكر فيها ان الناس دي اللي هم الاثنين التانيين بتوع شغل جامدين، والاثنين اللي هم كانوا في الاول دول هيبقوا مديرين ليهم على بالظبط. طول. يعني انا هفكر في كده، خلي دول بقى في المعمعه تحت كده يجيبوا لنا يشتغلوا في الارقام، الأوبريشن، بس ما لكن يكلمنيش مش بقى لما هيعرفوا نعمل يبقوا اجتماع مديرين. نتكلم على مستوى استراتيجي، انا اتكلم مع بالظبط. ناس بتعرف توصل لي المعلومه في وقت قصير بطريقه جذابه عشان اخد قرار انا كستيك بالظبط. هولدر او بالظبط. ديسيشن ميكر. الليدرشيب بريزنس، حضرتك عشان تبقى ليدر وتقنع اللي قدامك ان انت ليدر، لازم يكون في نقط معينة حضرتك لازم تاخد بالك منها، وده مش عيب، ولو ما تعرفهاش اتعلمها، لكن ما تقولش لا انا شغلي بيتكلم عني. لا مفيش حاجه اسمها شغلك بيتكلم عنك، انت لازم تتكلم على شغلك بالطريقه المناسبه للموقف اللي انت فيه وحسب الناس اللي قاعده بتسمعك. حلو قوي. انا كان نفسي استغل الفرصه بتاعت النهارده كده واجيب لك آلة موسيقيه شرقيه. آلة موسيقيه شرقيه. اوكي. لا يبقى الطبلة. الطبلة بالظبط كده. طبلت لمديرك. ايوه تمام ماشي. فخلينا نكون انت ممكن يكون عدى عليكي فتره محتاجه تطبلي لمديرك. ازاي تخطيت المرحله دي؟ وليه اتخطاها؟ ما انا بطبله. حصل. ما انا بطبله واتخطاها ليه؟ ده طبيعي. طيب طبل لمديرك دي احنا الدارج ان احنا بنفهمها انه نافق مديرك، اتمحلس لمديرك، تمام؟ ليه؟ عشان تاخد منه منفعة او تتقي شره. أيوة. ما انا عايز منه حاجة او عايز اتقي شره في حاجة. صح. انا باخدها بقى من فين؟ طبل لمديرك. مجاملة؟ لا ولا مجاملة. في حاجة في الإدارة اسمها المانجمنت ويل. تمام؟ مانجمنت ويل. المانجمنت ويل دي انا بدير ايه كل يوم؟ انا بنزل من الصبح كل يوم بلبس هدومي وانزل اروح شغلي، انا بدير ايه؟ 5. مذاكرك. انت شاطر، مذاكر وعارف. بالظبط. اول حاجه سيلف مانجمنت، بدير نفسي، وطبعا ده يعني ايه علم كبير قوي قوي. رقم 2 التيم مانجمنت، انا لو مسؤول عن تيم فانا بديره. اكيد. طيب بعد كده
البوس مانجمنت، انا بدير مديري. طب بدير مديري ازاي؟ بدير علاقتي بمديري. يعني ايه بدير علاقتي بمديري؟ يعني عارف توقعات مديري مني، هو متوقع مني ايه. طيب الطريقه المثلى للتواصل ما بيننا شكلها عامل ازاي؟ الابديت بقوله له كل قد ايه؟ التعامل في وسط مجموعه او مع الستيك هولدر شكله عامل ازاي. فلما انا ابقى انا في لغه تواصل مفهومه وواضحه ومعروفه ما بيني وما بين مديري، انا كده بدير مديري. وانا دايما بقول انه بناء علاقه صحيه سليمه مع المدير مسؤوليه الموظف. المسؤوليه الاكبر تقع على الموظف. انت قلت قبل كده مثال قبل كده في احد الفيديوهات بتاعتك ان انت لو مثلا مديرك بيقول ان هو هي هتتعمل بالطريقه دي، وانت ليك وجهه نظر تانية، وشايف كمان ان وجهه النظر دي هي اللي صح بحكم ان انت يعني خبير قوي في الحته دي، تكنيكال قوي. التزم باللي هو بيقول. بالظبط. ده اداره مديرك. مش بتلتزم، مش قول تطبيق وجهه نظري، قول وجهه نظرك. ايوه، اشرح له واسمع منه، لكن في الاول في الاخر هو صاحب القرار اللي قال لك عليه، لان هو صاحب القرار، هو اللي هيتحمل المسؤوليه، هو اللي هيتحمل المسؤوليه، هو اللي عنده القرار النهائي. انت دورك تقول، تشرح، توضح، لكن مش بنديه. انت مش ند لمديرك، ولا انت في علاقه تنافسيه مع مديرك، ولا انت داخل حرب مع مديرك. انت دورك انك تقوم باللي مطلوب منك. صح، عندك افكار، عندك توقعات، عندك حاجات مختلفه ممكن تفيد الشغل، قولها، شارك برايك، لكن مش بنديه، مش بتحفز. مش انه لو مديرك ما خدش رايك او ما نفذوش او ما عملوش يبقى معناه ان هو ما بيفهمش. للأسف إحنا بنتعامل مع مديرنا بتحفز، إنه أنا بفهم أحسن منه. فبالتالي لما ظهرت الخرافة بتاعت طبل لمديرك فبقت مفهومة بإيه؟ إن أنا بنافق مديري. لا، هو أنا مش بنافق، هو أنا لازم أفهم أتعامل مع مديري إزاي، لازم أفهم دماغه، لازم أفهم الطريقة اللي هو بيحبها علشان يبقى فيه لغة تواصل. لازم أفهم لما يكون محتاج مني تاسك أنت متوقع مني أعمله إزاي، أنت عايزني أسلمه إزاي. لما بحط البازل دي كده، البازل بيسز دي كده في مكانها، الصورة بتبقى واضحة قدامي وبعرف أبني علاقة طيبة ما بيني وما بينه. لكن مش بنافقه، أنا بدير علاقتي بيه. طب خلينا نطلع من البودكاست وننزل على أرض الواقع. يلا بينا. دلوقتي أنا مديري بحب إن أنا أطبل له، مش عشان أنا بحب كده، لا، عشان هو اللي بيحب إن إحنا نطبل له. وفي شركة تانية في نفس الشارع لما جينا نطبل لمديرنا ادانا على دماغنا، ما بيحبش هو النظام ده. التطبيل اللي هو النفاق، التطبيل اللي ولا هو التطبيل انت اللي هو جامد إدارة العلاقة مع المدير؟ لا، النفاق. بس في نوعين من المديرين. في واحد انا عايز اسمع كلام حلو على طول، وفي واحد تاني انت لما تعمل معايا ده اصلا ممكن ارفدك. عكسه تماما. لان انا بتصرف غلط، انا ما فهمتش الراجل ده دماغه ايه. ايوه، انا ما فهمتش، انا الغلطان. ما احنا قلنا البوست مانجمنت ان انا افهم دماغ الراجل دي، وافهم طبيعه شخصيته وطبيعه العلاقه ما بيننا، هو عايزها تبقى عامله ازاي. لو انا اخترت الطريقه الغلط مع الشخص الغلط النهايه مأساويه، لان انا ما عرفتش اتعامل مع الراجل ده ازاي. لا، دي غلطتي انا، مش غلطه المدير. رجعنا تاني لنفس النقطه اللي انت قلتي عليها، هو المسؤول. بالظبط، الموظف مش المدير. الموظف المسؤول. ودي الخطأ الشائع اللي احنا دايما شايفين، اصل مديري مش بيحترمني، اصل مديري مش بيسمعني، اصل دايما انا برمي للاخر على مديري. وده كله perception. انا في مره تقريبا انت شفت القصه دي معايا. أيوة. كان برضو من ضمن الحاجات اللطيفه اللي السوشيال ميديا يعني بتوريها لنا. كان حد يعني واحده بتسال، يعني بتقول يا جماعه انصحوني اعمل ايه. انا لسه شغاله في شركه جديده بقالي تقريبا اسبوع او حاجه، ومديري واخد مني موقف. مديري لما باجي اتكلم معاه بيرد يعني باقتضاب، يعني أيوة. مش بكلام كتير. لما بتكلم انا معاه وحد تاني من زمايلنا بيوجه الاهتمام او الكلام كله لزميلي او لزميلتي. دايما بيحاول يأثر معايا في الكلام، دايما بيفضل زمايلي عليا. هم بيقعدوا يتكلموا مع بعض
وما بينهم كلام كتير وبيقعدوا يهزروا مع بعض، بس أنا واحدة مش عايزة أتكلم في أي كلام وعايزة أحط حدود ومش عايزة أبقى زيهم. أعمل إيه؟ عايزة أقول لك كمية بقى النصايح من الخبراء كانت شكلها عامل إزاي. اللي يقول لها خليكي زي ما أنتِ وطز فيه، واللي يقول لها لو زود معاكي في الكلام روحي اشتكيه، واللي يقول لها استقيلي. ايوه اللي هو انا بقيت ببص للتعليقات، من انتم؟ ايوه انتوا مين؟ عشان انت بتفكري بطريقه الكوتش مش بينصح كده، فانتوا حرام عليكم. انتوا بهدلتوها. حد سالها؟ هي كل كلامها لما انا رجعت قريت تاني اللي هي كاتباه، كل ده بيرسبشن في دماغها، انه بيأثر معاها في الكلام او بيحط حدود او ان هو بيفضل زمايلها او كل الكلام ده في خيالها هي وبس. هي اللي متخيله حاجه زي كده. بمنتهى البساطه انت واحده ما بقالكيش اسبوع، الناس دي شغاله بقالها سنين مع بعض. ايوه صح حضرتك اكيد في مساحه في التعامل ما بينهم ايوه انت ما تعرفيش عنها حاجه. الراجل لسه بيفهمك وانت بتفهميه. ازاي عايزاه يتعامل معاكي زي ما بيتعامل مع ناس بيشتغل معاهم وفهموا بعض بقالهم سنين. هي من كتر ما هي يعني لسه فريش وما عندهاش اي بزنس اكسبوجر، هي فاهمه انه انا كده بحط حدود لنفسي وانا كده عندي شخصيتي وانا بحط الباوندرز بتاعتي، والناس ايدتها بده وهتبوظ لها الكارير بتاعها ان شاء الله. هي لو سمعت كلام اي حد فيهم انا اتمنى ان انا اطمن عليها وما تكونش سمعت كلام اي حد ان هي دمرت كاريرها خالص. تبا وسحقا للخرافات 1000 مرة 1000 مرة. 1000 مرة. طيب احنا اتبقالنا 2 بس انا عايز اسيبهم لوحدهم لان هم بعيد شويه عن الناس اللي بتشتغل. احنا يعني ايه، تحس ان هم للناس اللي لسه هتبدا تشتغل. اوكي. كل اللي فات كان الناس اللي شغاله اوريدي بالفعل. بس قبل ما نروح للاثنين دول انا عايز اسال سؤال مهم قوي في الكوتشنج. اتفضل. الخرافات بتختلف من موظف لمدير، بمعنى يعني انا مثلا لو انا موظف وعندي بعض الخرافات مقيداني فاروح لكارير كوتش، ولو انا مدير عندي خرافات تانية مقيداني اروح لاكزيكتيف كوتش، ولا مش هتفرق؟ طيب خليني اقول لك بما اني الاثنين يعني ما انت عشان كارير هو ده كوتش السؤال ده وحاليا اكزيكتيف كوتش. ايوه انا حاليا في اللحظه اللي انا فيها دي لا مش هتفرق. يعني انت لازم تروح لكوتش فاهم. الكوتش الفاهم ده هيقدر يتعامل مع خرافاتك في الكارير او خرافاتك في الاداره او خرافات في مجال العمل. هو هيتعامل مع اي حاجه. هو المهم انه يبقى كوتش شاطر وفاهم. حلو. طمنا على الناس عشان ما يبقوش فاهمين. يعني لو مدير مثلا مقتنع بفكره انا لازم اكون شديد عليهم، على الموظفين مثلا اوكي، لا هو محتاج بس هو حاسس ان ايه، انا ماشي بالموضوع ده بقالي 15 سنه جايب معايا نتيجه، رحت بقى شركه جديده مش جايه معايا الموضوع ده، باظت فابتدى الخرافه تتهز. صح. فهو امن بيها بقى له 15 سنه، بقت ثوابت عنده. فمحتاج كوتش يساعده. صح. مش شرط يكون اكزيكتيف كوتش لان ده مش موضوع، لا عادي. بالظبط. طيب الخرافات الاخيره هي خرافه الاولى بتقول ان احنا لازم نتعب في الاول في حياتنا عشان نرتاح بعدين. الراحه في الاخره ان شاء الله. مش عايزين نقول لك كده هي في حته ضلمه لوحدك، ايوه انت هتبقى مرتاح فيها كويس. بس لا كده واضحه يعني، خلاص لا تعليق. لا تعليق. صح. طيب الخرافه اللي بتقول اجري ورا شغفك لغايه ما نفسك يتقطع. اجري، افضل اجري هيتقطع ومش هتوصل. الموضوع ده كبير جدا. ومش عايز اتكلم فيه. يعني انا لو اتكلمنا هنقعد فيه حلقات، وفي حلقات اصلا على السوشيال ميديا في اكتر من بودكاست بتتكلم عن موضوع الشغف. وفي فريقين يعني زي ايه الاهلي والزمالك كده، الناس بتقول لك هو الشغف هو اللي هياكلك عيش، واحد تاني لا الشغف ما بياكلش عيش. بص انا هقول لك حاجه، انا نفسي كمروه وانا كوتش اهو دخلت في نقاش مع زمايلي، في ناس متبنين الفكره دي وشايفينها ان هي صح. انا الحقيقه اجينست الفكره دي، ضد الفكره دي. ليه؟ لانه الناس دلوقتي بتستخدمها باسلوب بتاخدها حجه. انا قاعد على القهوه عشان انا مش لاقي شغفي، انا مش بشتغل عشان مش لاقي شغفي، انا سبت الشغل عشان مش شغفي. فبقى شماعه بنعلق عليها
عدم تحملنا المسؤوليه. الشغف ماشي. بقى شماعه بنعلق عليها عدم تحملنا للمسؤوليه. طيب انا بقى سمعت في بودكاست شخص محترم جدا كان بيقول والله يا جماعه الشغف حلو مش وحش، بس قبل الشغف في مرحله مهمه جدا وسماها مرحله ايه؟ from path to passion. ايوه من الباث اللي هو الكارير بتاعك، ابني الكارير بتاعك واستقر ويبقى عندك حاجة قوية، وبعدين دور على الشغف بتاعك. ما هو لو الشغف بتاعه ده بعيد عن طلاقة ما هو طلاقة مع الكارير ايوه فانت كسبت. طيب طب لو ما طلاقاش خليها هواية، ما تعملها هواية. ما يقول لك انا مش مرتاح مش مبسوط. ده نوع من انواع عدم النضوج. عدم النضوج. وبنتأكد منين؟ في جابانيز موديل كده لطيف جدا اسمه ايكي جاي. حبيبي ايكي جاي جميل جدا. ايكي جاي ده هم 4 دوائر، بيقول لك التقاطع اللي ما بين ال4 دوائر مع بعض هو ده اللي انت هتشتغل فيه. هو بيقول لك الباشن بتاعك ايه، انت بتحب ايه، طيب انت شاطر في ايه، طيب المجتمع عايز ايه، انت ممكن تاخد فلوس على ايه. وتعالى بقى نعمل الاكسرسايز ده مع بعض. في الاخر هنشوف ال4 دوائر دول لما يتقاطعوا سوا النقطة دي السبوت دي هو ده اللي انت هتشتغله. فبيقول انه ممكن تلاقي انه اللي انت هيدفع لك فيه فلوس هو اللي المجتمع عايزه بس مش شغفك. يبقى عندك انت حاجة اسمها بروفيشن اللي هو الكارير بتاعك، شغلك اللي بتاخد منه فلوس، وشغفك اعمله بعد الظهر، او شغفك ده ابتدي ابنيه باراليل بالتوازي مع الشغل اللي انت بتعمله لغاية ما توصل لمرحلة financial stability. ايوه خليه هو شغل. بيسموه اينشتاين ابروتش. بالظبط. لان هو بيعمل كده، هو بيشتغل في مصلحه حكوميه الصبح وبالليل بيشتغل على حاجته هو اللي الاختراعات هي بقى والاكتشافات بتاعته. فحضرتك انت تقدر تعمل كذا حاجة وفي كذا طريقة، لكن انت نتيجة عدم تحملك للمسؤولية بتجيب شماعة وتعلق عليها. انا لعبتها مره في جلسه كوتشنج، قلت ان الباشن عباره عن معادله مكونه من 3 كلمات، كل كلمه تبدا بحرف البي برضه. purpose هدف، practice ان انت تمارس الهدف ده تحوله لممارسه، الممارسه دي تتحول لبروسيس. حلو جدا، حلو قوي. فلو الشغف ماشي فيها ال3 شروط دي هيكسبك بالظبط، هتلاقي اتحول لمصدر دخل. صح، فانت ما تضرتش. صح. فرؤيتنا للباشن او رؤيتنا للشغف بدأت تتغير. زمان كان يبيض يسود. احنا بالكوتشنج مايند سيت بنفكر مع قاعد معانا بنقول له طب هل الباشن ده هيضرك مش هيضرك، طب تقدر تستحمل تعيش بيه وتغطي تكاليفك واولوياتك. فبتختلف من شخص للتاني. عشان كده حبيت اناقش اخر خرافه دي خليها في الاخر، لان هي مهمه جدا ومنتشره ومختلفين عليها يعني، وما ينفعش نصدق حد ونمشي عليه برضه يعني. ما ينفعش، هو ليه مدرسه وليه مفهوم وليه ابروتش بيعرضه على حضرتك. انت تقبل بيه او ترفضه عن طريق النقد. اقعد حلله، تحدى الابروتش ده. واعي ليه، واعي لدماغك، واعي لافكارك، لان ده الاهم. زي ما قلت لك كده في الاول انه مفيش قاعده ينفع تطبق على الكل. بالظبط، ولا ده صح ولا ده صح ولا ده غلط ولا ده غلط. انت لازم تشغل عقلك وتفكر الصح ايه، وخد اسلوب علمي يساعدك على التفكير المنطقي التحليلي. في الاخر شوف النتيجه دي وابتدي اشتغل عليها، لكن ما تاخدش اي كلمه وتمشي وراها وتبقى الشماعه اللي انت بتعلق عليها التصرفات بتاعتك، لان ده مش مقبول. ومفيش حد هيطبطب عليك، مفيش حد هيقول لك معلش ده انت غلبان، ده انت ظروفك صعبه، ده انت لا، محدش حقيقي هيطبطب. الشغف مش مجرد ان انت تفضل تكتشفه، الشغف بيتم صناعته. طيب احنا كده في الاخر وحبيت اخد رايك. ايه رايك في سيزون 2؟ متوقعه ايه؟ هيكسر الدنيا ان شاء الله. انا عايز اقول لك في ناس يعني جميله مختلفه عن سيزون 1 كمان حقيقي. فهيبقى ان شاء الله متحمسه جدا ان انا
اتفرج على حلقات سيزون 1 واشوف حلقات سيزون 2 ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا باش كوتش. شكرا. خلينا نقول ان دايما هتلاقي في الوصف هتلاقي فيه جزء خاص بكوتش مروة أغا علشان لو عايز تتواصل معاها، وهتلاقي هدية كمان من كوتش مروة أغا موجودة، مش هقولها، خليك انت تبص عليها بنفسك. كده احنا خلصنا الحلقة دي مع الخرافات بتاعت المهن. احنا كنا عايزين نوصل ان انت تفكر في الخرافات، لان الخرافات مش بتخلص، الخرافات مستمرة، وفي خرافات تانية غير اللي احنا كنا اتكلمنا فيها، فخد بالك من نفسك ومن خرافاتك، واشوفكم في يوم تاني ان شاء الله. وده لاكوست يعني مش اي حاجه هنزود يعني. طبعا قول لي لاكوست يعني سعره غالي يعني ابيعه؟ لا لاكوست يعني كوست عالي. لا كوست يا رب يا رهوي يا لا. بص قفشات رخيصه. لو عملت كده هتدوخي مني بعد تلت ساعه. لو حسيت القصب كتير هتدوخي مني بعد تلت ساعه، مش هتكملي الحلقه. لا بس هي لما بتتكلم راسها مش لا بتهزر. ماشي، ما انا بتكلم وهي بتسمعك. ما انا ولا ده وما تقولوش وما تقولوش كتير يعني، مش شرط. سيبيه يقول يهلم مع نفسه، مش شرط ترد عليه. فحاولي